كلما كان إيمانك بالله واليوم الآخر أكمل، كلما كانت معرفتك بالله أتم، لأنك إذا آمنت بالله، ودائما الإيمان باليوم الآخر يأتي مع الإيمان بالله في مواطن كثيرة، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وهكذا. فدائما تجد اليوم الآخر يرتبط بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قرر ابن القيم أن يجيب على هذا السؤال: هل يتخلف العمل الصالح مع الإيمان اليقيني باليوم الآخر؟ أقول من قواعد المعرفة الحقة: الإيمان إيقان. الإيمان إيقان، يعني الإيمان لا يكون إيمانا إلا إذا قام على يقين. أما الإيمان الذي فيه شك وفيه تردد وفيه ريبة فهذا إيمان المنافقين، فهم في ريبهم يترددون. أما المؤمن فإيمانه يقيني، ولا سيما إيمانه بالغيب الذي هو من أجل درجات الإيمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فبالتالي أقول: أجاب ابن القيم قال: نعم، قد يتخلف العمل الصالح مع الإيمان باليوم الآخر، ولكن لا ننفي عن كل عاص أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لكننا ننفي عنه أنه حال تلبسه بالمعصية لم يكن مستحضرا لليوم الآخر. وهذه إجابة لطيفة جدا من العلامة ابن القيم رحمه الله، إذ يقول رحمه الله تعالى في هذه المسألة، يقول: الإيمان باليوم الآخر يقتضي سلامة اللفظ واستقامة السلوك. أنت لا تتلفظ بألفاظ قبيحة لأنك ستجزى عليها. سنكتب ما قالوا، أحصاه الله ونسوه، تستحضر ذلك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن والسلوك يستقيم، لكن إذا تخلفت الاستقامة مع الإيمان باليوم الآخر، هو مؤمن باليوم الآخر لكنه حال عصيانه وتلبسه بالمعصية لم يكن مستحضرا للإيمان باليوم الآخر. لذلك يسميه ابن القيم قوة الاستحضار لليوم الآخر هي التي تمنع، وضعف الإيمان باليوم الآخر واستحضار اليوم الآخر عند الممارسة العملية. إذا أردت أن تمد يدك إلى الحرام فإذا ذكرت اليوم الآخر أرجعتها، إذا أردت أن تتلفظ بما لا يليق وتذكرت اليوم الآخر سكت، إذا أردت أن تفعل شيء واستحضرت اليوم الآخر تركته.